السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. النهارده بقى يومنا. انا نازل كده. طبعا انتوا عارفين الايام اللي بتبقى قبل العيد دي بتبقى دبكه في الشقه والدنيا مكركبه وعمايل كحك وتنظيف شقق والدنيا مش ولا بد خالص. فانا النهارده بقى ايه، كده كده الخلاط بتاعنا كان في التوكيل في مدينه نصر بيتصلح. فانا قلت هسيبهم هم يخلصوا بقيه الحاجات اللي موجوده في الشقه. في الفيديو اللي هينزل لكم انا كنت بساعد معاها. انا خدت شاور ونزلت، وهي هتكمل بقيت شويه حاجات نوران، وانا هروح احجز سمك كده مشوي. هنتغدى سمك كده ونروح نعمل مع بعض شويه رز وشويه سلطه، واعدي بالمره اجيب الخلاط من التوكيل، لان بقى له اسبوع وانا كل يوم اقول لا مش النهارده. فانا قلت بقى طالما الوقت فاضي قدامي هروح احجز السمك وبعد كده اجيب الخلاط، اعدي استلم السمك وارجع. خليكم معانا بقى. في مع الراجل بتاع السمك اللي احنا جربناه وحبيناه، مفيش منه الا مش موجوده الا في المعادي. مش عارف بقى بيعمل توصيل ولا انا اضطر ان انا ادب المشوار تاني ولا انتظر اخده ولا ايه، مش عارف. بس بصراحه ما لقيتش عندنا بتاع سمك طعمه حلو خالص. ما عجبنيش. انا اللي كلته في مره لما كنا عند هدير عجبني جدا وكان طعمه حلو قوي. فانا دلوقتي اهو هروح بقى احجز من عنده السمك، لان انا ما لما يعني بيلضم معايا واحد في الاكل وطعمه حلو ما بصراحه ما بعرفش اغيره. هعدي بقى كده احجز من عنده السمك وبعد كده نغير الطريق نروح عباس العقيد ان شاء الله. تقريبا هنا الوقفه هتكون صعبه بقى. مش لازم اقف بقى قدام المحل، تقريبا هو هنا ولا فين انا مش عارف. مش عارف بقى احنا كده واقفين صح ولا غلط ولا ايه. بس انا فاكر ان هو كان جنب بتاع الخضر ده. هننزل ونسأل. هو تقريبا هو هنا اهو جنب الخضر ده، انا كنت فاكر. بس هو كمان في التحايش فتح هنا قريب، فانا اتلخبطت بقى. هو مرجان. هات لي بقى، عايز بولتي عشان نعمله سنجاري كبير برضه. كبير؟ اه تطلع لي شويه جنبها. هات اتنين بقى، اتنين. بس ده خلاص هتصفره كده. اه تمام. ممكن واحدة بقى صغيرة كده شوية مشوي ردة. المقاله دي نص ولا كيلو الا ربع؟ مش اول سنجاري. لا البوري مقفول. البولتي سنجاري. الحمد لله كده خلاص حجزنا السمك. السمك عندهم جميل، شكله حلو قوي. او تغيير برضو، الواحد ما اكلش في سمك في رمضان الا مرة واحدة تقريبا عند علاء. احنا دلوقتي حجزناه وبعد كده بقى نطلع بقى نشوف المشوار بتاعنا، نروح نجيب الخلاط بالمرة ودينا بنتسلى بدل ما يدخل علينا العيد وما نعرفش نعمل اي حاجة. والله ذكريات الحي السادس مدينة نصر وجامعة الازهر والحتت دي، ايام وذكريات جميلة قوي قوي قوي. ايام بقى بابا الله يرحمه لما كنا بنروح مع بعض الصبح نوصل ماما الشغل ونرجع مع بعض نفطر ونقعد مع بعض، كانت ايام جميلة. والله العظيم نروح لعمته. ربنا يرحمه يا رب ويغفر لأمواتنا جميعا يا رب، اللهم امين. الواحد بعد تغيير الطرق في مدينة نصر ما بقاش عارف حاجة. كباري، كله بقى كباري ورا بعض كده. هي الدنيا اتسهلت اكتر من الاول بكتير، كان في ترافيك كتير قوي في المناطق دي، بس دلوقتي بقت افضل كتير. بس المشكلة لو خدت الطريق وطلع غلط، لا خلاص اتدبست ان انت مثلا هتمشي لك بتاع 7-8 كيلو عشان تاخد يوتيرن ولا حاجه. ده غير لو ما في طرق ما بقاش فيها يوتيرن كمان، بتضطر ان انت تدخل شوارع جانبيه وتعمل يوتيرنات من جوه كده. ربنا يستر بس ونعرف نوصل من غير ما نتوه. هو كده مكتوب عباس العقاد من فوق كوبري اهو، تقريبا هنطلع كوبري وننزل التاني. تقريبا احنا كده في مصطفى النحاس. كده بقى هننزل من الكوبري ده من جنبه، مش هنطلع الكوبري ده،
ايوه طبعا كده هناخد يوترن من تحت وبقى كده يبقى احنا وصلنا عباس العالي. الحمد لله وصلنا اهو. هو التوكيل انا ما اعرفش ده توكيل مونوليكس المعتمد ولا ده مركز خدمه ولا ايه، مش عارف، هنشوف دلوقتي. بس يا رب يكونوا صلحوه كويس من غير مشاكل. الحمد لله استلمت الخلاط اهو. بس مركز زباله وناس مش محترمه وقمه في الزباله اللي شفتها في حياتي. لا تكلفه قالوها مظبوطه ولا الميعاد اللي استلمنا بيه ولا اي حاجه. هو الجهاز شغال وكل حاجه وغيروا الحاجات اللي هم قالوا عليها، بس المعامله والاسلوب زي الزفت بصراحه. ما انصحش اي حد عايز يغير حاجه في المركز اللي انا قلت عليه اللي هو موجود ورا سوبر ماركت ساعه لقلبك. مش لطيف خالص. ممكن نشوفه كان في مراكز في العتبه كانت ناس محترمه قوي. بس الحمد لله ادينا خدنا الخلاط عشان بس ما نتزنقش في الايام الجايه. هنروح بقى نجيب بقيه السمك ونروح على البيت. نجيب حاجه سلطه ونجيب خد ده الغلط هتودي لها الفراوله اللي نسيها وواحده كابوتشي. بكام الكنتالوب لو سمحت؟ هتجيب مكانها اللي هناك. كنتالوب 135 الشهر السابع. كنتالوب بكام؟ 15. والشهد ده بكام؟ ده ب 20 بس تسكر لحظه واحده. الكنتالوب اللي هو الشهد دوت ب20 جنيه. يا احمد ما تدكش يا احمد، ما كانت تشيل ما تشيل. الغشة بس مش كلها في الغشة. ما شاء الله انا جاي بعد المفطر. يعني حتى الحاجة مش حلوة قوي، يعني مش عارف القطة مش ناشفة طرية خالص. زي كده بقى. ده سهل. غير دي مال ناشفة. مخضرة، هات واحدة محمرة كل ما كان. وده خيار على ليمون ده لو سعر واحد. وزنته؟ عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. في حرارة مش عندك؟ لا الحرارة مش لا. يعني تخيلوا شنطتين زي دول كده 100 جنيه 100 جنيه الا جنيه. شهد وخيار وقوطة وليمون 100 جنيه عليه العوض. استلم بقى الاوردر. مش عارف استلمه هنا تقريبا. معلش ربنا يستر ونكون خلصنا. وصلنا البيت اهي. نورا كانت عامله الرز. عملنا رز ابيض بالحليب والسمنه البلدي كده جنب الرز جنب السمك ولا ايه؟ هتقطعي السلطه يا نورا؟ حلو يعني تمام. تسلم ايدك. كنا متبهدلين من غيره قوي. كل حاجه استني بعملها كده هوريك. حتى العصير كنت بعمله بالهاند. خلاص عملنا السلطه اهو. الكنتالوب بنحب نقطع احنا كنتالوب بقى طول الصيف كده جنب الاكل. بحب بصراحه يا مجد مش تحب تاكل الكنتالوب جنب الاكل؟ ايا كان بقى الاكل، ان كان جبنه ان كان خضار بنقطعه وهو والبطيخ. حاضر اقلب بس السلطه عشان المغرب هيأذن خلاص. يلا ودي هناك يلا. وانت حازم شاطر. يلا خلاص استنى هحط انا الرز وتعالى انت خد مني الرز. يلا انت اخدتي الرز بتاعك. يلا انزل يلا شوف. طلعوا يلا السمك. واحدة واحدة يا حازم. افتح شوية يا ماجد. شاطر. يلا واحدة 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 واحدة. حازم بالراحة يا حازم. حطي يلا. شيلي الاكياس يا نورة. شيلي الكوباية دي بقى بتغسلني من جوه. بلح باللبن. يلا شيلوا زي ما انتوا بقى شايفين هو ده الغدا بتاعنا النهارده وده اكلنا.
لازم بقى نمشي الايام، بس يا حازم واحده واحده نمشي الايام اللي يكون فيها ضغط في الشقه باي حاجه جاهزه كده. كل واحد جايب اللي هو عايزه، اللي عايز سنجاري واللي عايز مشوي. انا بحب السمك مشوي مقفول. كل سنه وانتم طيبين بقى. ننهي الفيديو كده وان شاء الله ما تنسوناش في الدعم واللايك. نشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد، ونشوفكم على الف خير، وكل سنه وانتم طيبين. مع السلامه.